الاختيار الجزء الرابع هيكون في رمضان 2026، وبنتمنى ما يكونش فيه اللي حصل في الاختيار رقم 3. وهنا هنرد على سؤال ليه الاختيار 3 ما نجحش أو نقدر نقول عليه خيش، وده ليه عدة أسباب. السبب رقم واحد هو تكرار الفكرة. يعني احنا دايما كنا ماشيين في ان في بطل معين احنا بنحكي قصته، ولكن في الجزء الثالث كانت الفكرة مكررة وبشكل كنت حاسس ان هو ساذج حبتين. اما رقم اتنين هو غياب عنصر المفاجأة. احنا كنا اصلا انا وانت اكيد كنا عايشين في الفترة اللي بيحكيها المسلسل الجزء ده، وعارفين ايه اللي حصل وايه اللي جرى. ايوه مش بالتفاصيل طبعا، ولكن كنا عارفين ان كان حصلت الثورة وحصل مش عارف ايه وحصلت مشكلة كبيرة. فكل ده كان معروف، فعرضه في المسلسل بالنسبة لي اللي هو ماشي، ما انا عارف مين هيكسب في الاخر. يعني انت فاهم اللي هو الماتش ده انا شفته قبل كده وشفته لايف، انت بتعيده لي ليه؟ اما السبب رقم 3 بالنسبة لي برضه ممكن يكون اقحام فكرة السياسة بشكل كبير. يعني ايه السياسة بشكل كبير؟ انت لما بتتفرج على مسلسل بتبقى عايز تشوف بقى الحتة الاكشن. ففي الجزء الاول والتاني من المسلسل كان في اكشن وضرب نار ومش عارف ايه والكلام ده، وكان في برضه قصص حب ورومانسيه ومش عارف ايه، وكان في حاجه لطيفه زي اللي حصل ما بين احمد مكي واسماء ابو اليزيد. ولكن هنا انت قاعد بتتفرج على ناس بتتكلم من المكتب، يعني قرارات بتطلع مش عارف ايه الكلام ده. الكلام ده لطيف بس ما يشدنيش كمشاهد ابدا يعني. اما بقى الكارثه ان مفيش بطل محوري. يعني كل مشهد كان بيطلع ليه البطل بتاعه. احنا ماشيين في سياق معين، ولكن شوية يطلع هنا الشخص ده وشوية يطلع هنا الشخص ده وشوية تحس ان الموضوع فكرة البطل دي كان مهلهل. يعني انت ما تعرفش احنا بنحكي قصة مين بالظبط، لان هو كان بيجي بالتفاصيل من كل الناس. اما الكارثة الكبيرة كانت ضعف البناء الدرامي. انا واحد من الناس لما كنت بتفرج على الحلقات بتاعت المسلسل ده كنت بحس ان انا بتفرج على برنامج صباح الخير يا مصر. يعني حاجات وثائقيات مثلا، انت فاهم، تحس في صحفي ممكن يطلع في نص الحلقة عادي. ما مش حاسس ان انا بتفرج بقى على دراما بقى وبتاع، لا انت فاهم. غير كده جو ما كانش لايق على رمضان. يعني رمضان انا قاعد باكل كنافه عند خالتي ولا عند حماتي، ولا اللي هو انا ليه اتفرج على يعني اهم الانباء انت فاهم. وكانت اكبر كارثه في المسلسل هي التوقعات العاليه. لما تشوف الابطال بتاعه الجزء الثالث تقول احنا قدام ملحمه غير عاديه، ولكن في الاخر طلعت نشرة الاخبار. فعلشان كده الجزء الثالث ما كانش بقوه الجزء الاول او الثاني ابدا. وبس كده. نتمنى بقى في الجزء الرابع يكون الموضوع افضل لو هيتعمل. وما تنساش تكتب لي كومنت اذا كنت مختلف او متفق معايا في اي حاجه، وتابعني بنزل محتوى عن التمثيل، وما تنساش اللايك. وسلام.